السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى من قناة أكلة بيتي مع نوني. ازيكم يا حبايبي؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كده دايما يا رب. ان شاء الله يا حبايبي، أنا جاية أقدم معاكم النهاردة وصفة في منتهى الجمال، تنفع معاكي في العزومات، وتنفع معاكي ان انتي تاخديها معاكي في رحلات مثلا، او تعمليها لأسرتك عادي. وهي الفراخ المشوية. طبعا ما اقولكمش على الطعم والريحه، طبعا كانت ماليه العماره. يا ريت بس تتابعوني هي انا هعملها ازاي، وتعملوها بنفس الطريقه دي. هتعجبكم جدا جدا، وطريقه سهله قوي قوي قوي. وهتشرفك قدام ضيوفك طبعا لو عملتيها في اي عزومه. وسهله جدا، مش هتاخد معاكي حاجه. ممكن تعمليها وتشيليها في الديب فريزر عندك او في الفريزر لغايه يعني التتبيله بتاعتها كده تطلعيها في يوم تاني تعمليها. وصفة في منتهى الجمال، حلوة قوي. عملت معاها طبعا مكرونة بالشعرية كده. ممكن انتي تعملي معاها رز بالشعرية، او رز حبة وحبة، او ريزو، او ممكن تغمسيها بالعيش والطحينة كده. انا بالنسبة لي بحبها جدا مع العيش والطحينة والسلطة، تبقى طعمها حلو قوي. يا رب تعملوا تجربوا الطريقة دي كده، وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات يا حبايبي، لان ارائكم بتهمني جدا. وعايزاكم لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة فضلا وليس امرا. وعايزة لايكات كتير. عايزاكم تدعموني بارائكم الجميلة، تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير للقناة عشان يوصل لكل حبايبنا. ودلوقتي يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جبت فرخة حوالي كيلو 750 أو كيلو 800 كده. ما بحبش الفراخ الكبيرة الحقيقة، لأنها بتبقى مفتلة زي 2 كيلو 2 كيلو وشوية، بتاخد وقت سوا كتير، وفي نفس الوقت بتبقى مفتلة كده. لكن لما بتكون الفرخة وسط بتبقى بتديكي طعم أحلى، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت في السوا. دلوقتي انا جبتها وقطعتها بالشكل ده كده. هتقولي قطعتها بالشكل ده ليه كده يا نوني؟ هقول لكم دلوقتي ليه ان شاء الله، بس تابعوني. وطبعا قبل ما انسى، انا طبعا نقعتها في ميه بخل بليمون حوالي نص ساعه، وبعدين طلعتها ونشفتها كويس كده زي ما شفتوا، وقطعتها بالشكل ده. دلوقتي انا جبت بصلتين كبار وقطعتهم سلايسز كده. وسط قصدي، بصلتين وسط وقطعتهم سلايسز كده، وطماطمتين وقطعتهم بالشكل ده، وفلفل، واربع فصوص توم بس هما كانوا تحت البصل. ودي التوابل بتاعتي طبعا. 7 بهارات دوت، ورق حبهان، كزبرة، ورق لورا، كمون، بابريكا، توابل فراخ، شوية كركم، فلفل اسود، توم باودر على البصل باودر، حبة ملح. طبعا هي معلقة الملح هي اللي كبيرة، والباقي كله معلقة صغيرة. بعد كده هجيب الحاجات اللي احنا قلنا عليها، الطماطم والبصل، وادي التوم كمان اهو زي ما قلت لكم 4 فصوص توم تقريبا، وحطيتهم كلهم على بعض كده في الخلاط. عندك كبة مفيش اي مشكلة. بصي ما توقفيش نفسك على حاجة. بعد كده بقى هجيب التوابل اللي احنا قلنا عليها دلوقتي اهيت، واحطها. عندك لو انت بتحبي الشطة حطيها، مفيش اي مشكلة عادي خالص. هو قبل ما انسى جبت شوية جنزبيل كده، بتديني طعم حلو الحقيقة للأكلة، وشوية كركم، عشان ايه ما يبقى كده المقادير مظبوطة معانا. وحطيت كله بقى كده في الخلاط. وهجيب بقى كمان حبة معجون صلصة كده، معلقتين اهمت. عندك انتي مصلصة، في ناس بتعمل صلصة جاهزة كده وتصلصلها وتحطها في الفريزر. ممكن تعمليها عادي، بس انا ما كانش عندي في الوقت ده الحقيقة. طبعا دي الخطوة دي اختيارية. وبعد كده جبت بقى صويا صوص، وحطيت معلقتين كده. لو عندك كمان دبس رمان ممكن تحطيه، مفيش اي مشكلة. ما عندكيش ده ولا ده، ممكن معلقة عسل اسود بليمونة كده بتدي نفس الطعم، مفيش عادي. ما توقفيش نفسك على ما عندكيش لا ده ولا ده، ما تحطهمش عادي برضو. بعد كده جبت بقى معلقتين خل كده. زي ما شفتوا كل المقادير عندنا، ما جبناش حاجة من بره خالص. وصفة في منتهى الجمال وسهلة جدا يا جماعة، ومتوفرة، وكل حاجتها متوفرة عندنا في المطبخ. خلاص انا ضربتها في الخلاط، مش عايزاها ناعمة قوي زي ما شفتوا كده، زي خليط بتبقى زي خليط الكيك كده. بعد كده انا جبت القارب بتاعي،
وبعد كده بقى انا هحط، طبعا انا قبل ما انسى بعد ما ضربتها في الخلاط حطيت الفراخ زي ما شفتوا فيها كده، وحطيتها حوالي ساعتين في التلاجة. لو عايزة تبيتيهم يكون افضل، بس انا كنت طبعا عايزاهم في نفس اليوم. وممكن انتي تعملي الخلطة دي وتحطيها بقى كده وتسيبيها بقى في اي يوم انتي عايزاه، تقوم تشرب منها بقى يومين 3 براحتك خالص. هتبقى هتديكي طعم في منتهى الجمال. انا حطيتها حوالي ساعتين 3 كده في التلاجة، وطلعتها بقى عشان كنت محتاجاها في نفس اليوم الحقيقة، فعملتها كده وقلت اعملها مع اعمل الوصفة دي معاكم. طبعا زي ما قلت لك كده، ممكن انت لو بتشتغلي او كده ممكن تعمليها وتشيليها تعملي فرختين 3 بالصوص ده وتشيليها في التلاجة، هتنفعك كل ما تيجي تعملي تطلعيها وتعمليها، مش هتاخد منك وقت خالص. وزي ما شفتوا كده بطنتها طبعا بالصوص اللي انا عملتها بيه دوت. حطيت شويه تحت وبعدين رصيت الفراخ بتاعتي. طبعا هي زي ما انتم شايفين شاربه منه كويس قوي، بس برضو لان الصوص بسم الله ما شاء الله كتير معايا، فبدات احشي كمان في قلبها اكتر. وطبعا زي ما قلت لكم التقطيعه اللي انا قطعتها في الاول دي علشان يتخللها الصوص ده، تقوم حتى اللحم بتاعها يبقى واخد من الصوص بتاعها ده. وكمان حطيت فوق كأنها زي مكرونة بالبشاميل كده، بتبطنيها كده من تحت بالصوص بتاعها، وبعدين الفراخ في النص، وبعدين تحطي تاني بقية الخليط بتاعك او الصوص بتاعك. شفتوا بقى اتغرقت فيه خالص. بعد كده هجيب بقى ورقة زبدة وهلفها بيه كده بالشكل ده. عندك غطا انتي للقارب بتاعك مفيش مشكلة، المهم ان انتي تغطي عليها كويس جدا عشان تستوي معاكي. وطبعا انا قبل ما انسى بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، علشان هي عايزه درجه حراره عاليه. وبتحطيها على الشبكه فوق الفرن على طول، او فوق الصاج بتاع الفرن على طول. يعني منها عشان تبقى منها للنار كده كأنها على البوتاجاز. عايزه انت تسويها على البوتاجاز مفيش مشكله، بس الفرن طبعا بيديني طعم احلى كمان. وهتحطيها بقى لمدة ساعة وربع، ساعة ونص بكتيره، وبعدين بتطلعيها. لان كده كده انا فرختي مش كبيرة قوي، فعشان كده زي ما قلت لكم هي كيلو 750 او كيلو 800، فطبعا هي هتاخد الوقت اللي انا قلت لكم عليها دي. بعد كده بقى هحطها لغايه ما تستوي زي ما قلت لكم، وبعدين هطلعها. هي طلعتها، ما اقولكمش طبعا الريحه وانا بعملها تحفه تحفه تحفه، طالعه ماليه العماره. شفتوا بقى الصوص بتاعها كمان، ولا محتاجة تعمليه معاها خضار تاني ولا اي حاجة خالص. الصوص ده تحطيه على الرز او الاكلة او المكرونة او تغمسيه بالعيش كده معاكي، طبعا هيديكي طعم تحفة. وعشان كمان نسبق الموضوع حطينا كمان فحمة كده وولعتها على البوتاجاز، وحطيتها اهوت عشان تبقى زي الفراخ المشوية، وتخميهم في البيت وتقولوا ما شاريالكم فرخة مشوية من بره. بس طبعا انت اللي مسويها بايدك، وحاجه صحيه وجميله جدا. بنفس الغطا اللي كانت متغطيه بيه قبل كده في الفرن ده حطيتها، وهي لغايه ما تخلص الدخنه تاخد الدخنه اللي طالعه من الفحم كده، تنزل في الفراخ. هتديني طبعا زي الفراخ المشويه بالظبط، بس حاجه طبعا نظيفه وصحيه وعاملاها عندي في البيت. واتبقى من الصوص كمان اهوت. شفتوا يعني انا حطيت عليها بعد ما طلعت من الفرن اهوت، وبحط كمان اهو، يعني مكفي وزيادة. وهي المكرونة طبعا انا عملتها بالشعرية، بتبقى سهلة جدا. بتسلقي المكرونة عادي خالص، وبتضربي طماطم في الخلاط، وبتعمليها الطريقة بتاعتنا العادية خالص. طبعا انا برش شوية بقدونس كده على الوش عشان يديني بس الشكل العام شكل جميل كده، عشان لو قدمتها في عزومة او حاجة فبتبقى تديني الشكل الجميل ده. وبعد كده طبعا قبل ما انسى الشعرية بتحمريها عادي خالص، وحبة مية لغاية ما تستوي، وبعد كده بتحطيها. لان في ناس سألتني قالت لي قبل كده انت بتعمليها ازاي المكرونة بالشعرية دي، وبعدين بتحطيها على وش المكرونة، فبتديكي الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وطبعا تاكلوها بالألف هنا وشفا. وزي ما قلت لك ممكن تاكليها بالطحينه، ممكن والعيش والسلطه والشيبسي، وممكن تاكليها بالمكرونه، وممكن تاكليها بالرز، مفيش اي مشكله خالص. وهتبقى جميله جدا في العزومات. يعني انت تعمليها وتحطيها في الفرن لغايه ترميها في الفرن، وتعملي انت بقى بقيه حاجتك، مش هتاخد معاكي حاجه خالص. وفي نفس الوقت هتديكي طعم. والناس يعني معلش هتضحكي عليهم برضو تقول لهم كانها فراخ مشويه، بس طبعا انت عاملاها في البيت، وهم طبعا هينبهروا بيها جدا، لان حاجه طبعا معموله في البيت، ويكفي ان هي حاجه نظيفه.
وحتى لو عملتها لاولادك واسرتك برضو حاجة نظيفة ومضمونة في نفس الوقت. يا رب تكون عجبتكم الوصفة بتاعتي اللي انا عملتها معاكم ديت، وتجربوها وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات يا حبايبي، لان ارائكم بتهمني جدا. واللي لسه مشتركش في القناه لحد دلوقتي ينزل يشترك في القناه فضلا وليس امرا. وعايزه لايكات كتير، وعايزه زي ما قلت لكم يا حبايبي تدعموني بارائكم الجميله، وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير للقناه عشان يوصل لكل حبايبنا. واترككم في رعايه الله وحفظه، ونتقابل في فيديو اخر على بركه الله. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.